علاش قبلت انا باش ندخلوا للحكومه من بعد البلوكاج. هذه الحادثه اللي وقعت للمهداوي، تخيلوا تبعتيو داك الشيء ياك. الله يجازيه بخير، الله يجازيه بخير. السي ادريس الازامي شاف الفيديو قبل مني. انا شفت الاعلان اللي داروا المهداوي قبل منه، ولكن ما شفتش الفيديو. انا يسحب لي الفيديو غتنشر حتى البارح، هو تنشر ساعه من بعد، يمكن ساعه من بعد الاعلان. انا ما فهمتش مزيان. السي ادريس غير شاف الفيديو وبدا كيكتب البلاغ الذي اشيد به من قبل عدد كبير من الذين اطلعوا عليه. انا ملي جا البلوكاج وعفاني جلاله الملك، كنت خايف من جهه تدخل الحكومه بعد ما كان عندها نفوذ اصلا كبير في المغرب. البام طبعا، البام هو اللي كان الثاني، وجا حتى في البلاغ. خفت لذاك البام بعد النفوذ اللي كان عنده، وانا في رئاسه الحكومه. كان السي هادشي راه جابتو جون افريك، ماشي انا تنختلقوا. هذاك البلد ديال الياس العمري كان كيستقبل في لا فيلا مونضارين، هادشي مكتوب، كيستقبل وزارات، كيستقبل رؤساء مؤسسات عموميه، كيديروا الصف، تيحل معاهم المشاكل ديالهم مقابل ما لا يعلمه الا الله، الله اعلم. وعندي معلومات ولكن ماشي يعني. خفت، قلت هادو اش داروا وانا في رئاسه الحكومه؟ اذا تولاو رئاسه الحكومه مع النفوذ ديالهم، خفت على كل شيء. ونقول لكم واحد القضيه، خفت حتى على النظام الملكي. الا كنتو كتفهموا السياسه، وهذا الشيء خلاني، لان هذيك الدخله ديالنا في الحكومه ديال السي سعد العثماني هذاك خطا سياسي ما فيها لا اله ولا حتى، لانه قبل منا الاتحاديين داك الشيء اللي داروا هما كانوا كيقولوا نكملوا الاوراش ديالنا. نهار اللي سيدنا عين جدو ما عينش عبد الرحمن يوسفي ولا عين حتى شي واحد، فهمتيني ولا؟ وهذاك الشيء تسبب لهم في ما ترون اليوم.